من دولة لأخرى، ارتحل وفد الدبلوماسية والاقتصاد المصري في غرب إفريقيا مقدما خلاصة التجربة المصرية أمام الأشقاء، وواضعا نصب أعينه أهمية تكاتف دول الجنوب مع بعضها، إدراكا منها لوحدة الهدف والمصير، والتكاتف الذي يمكن أن يثمر عن نهضة طاقت لها إفريقيا، وبات العمل من أجل تحقيقها فرضا واجبا في رحلة السعي الإفريقي نحو رفاهة الشعوب وتنمية مستدامة مأمولة. وبعد الوقفة القصيرة يستأنف الركب المصري رحلته لأول محطة أساسية في تلك الجولة، نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان بأكثر من 200 مليون نسمة، واقتصاد له مكانة كبيرة في مجالي البترول والزراعة. أجندة مزدحمة تضمنتها زيارة الوفد المصري بدأت بلقاء بين الوزير عبد العاطي ونظيره النيجيري يوسف توغار، وخلالها أثنى الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي بعلاقات القاهرة وأبوجا، خاصة منذ انعقاد الجولة الثالثة من آلية المشاورات السياسية بالقاهرة في يناير 2025، والتي انعقدت للمرة الأولى على المستوى الوزاري. كما أكد الجانبان أن ما يجمعهما هو المصالح الاستراتيجية المشتركة. حضر المباحثات الثنائية الدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للتعاون والتنسيق المستمر بين مصر ونيجيريا داخل المحافل الدولية، ومثمنا موقف نيجيريا الداعم للترشيح المصري خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته 47، والذي أعاد التأكيد على دعم الاتحاد الإفريقي لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. وفي مؤتمر صحفي مشترك أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على نقل خبراتها المتراكمة في مجال دعم القدرات النيجيرية بتكثيف الدورات التدريبية الميدانية وإجراءات مجابهة الأبعاد الفكرية والأيديولوجية للإرهاب لتفنيد الخطاب المتطرف ونشر خطاب يقوم على احترام التعددية والتسامح ونبذ العنف، ويستند إلى قيم الإسلام الوسطي، مشيرا إلى الدور المهم الذي يطلع به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات لحفظ وبناء السلام، إلى جانب الجهود القائمة للأزهر الشريف لمكافحة الفكر المتطرف في نيجيريا. وفيما يتعلق ببناء قدرات الكوادر النيجيرية في مختلف المجالات، أكد الجانب المصري على موائمة ذلك الدعم مع أولويات واحتياجات الجانب النيجيري من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وفي هذا السياق أعلن أن نحو 571 متدربا نيجيريا استفادوا حتى الآن من البرامج التي تنفذها الوكالة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، حيث شاركوا في 260 دورة تدريبية في مختلف المجالات. كما ناقش الوزيران مستجدات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل وجهود دعم الأمن والاستقرار في غرب إفريقيا. كما شارك دكتور بدر عبد العاطي في فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري الذي عقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا بحضور السيد يوسف توغار وزير الخارجية النيجيري والدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، بمشاركة واسعة مع ممثلي كبرى الشركات المصرية والنيجيرية وممثلي الغرف التجارية والدوائر الاقتصادية في البلدين. كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في توسيع آفاق التعاون، مشيرا إلى فرص التكامل بين مصر ونيجيريا في العديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة والأدوية والتعدين والصناعات التحويلية، مشددا على استعداد الحكومة المصرية تقديم كافة التسهيلات والدعم لتعزيز التعاون الاقتصادي مع نيجيريا. شهد المنتدى تنظيم جلسات بين ممثلي الشركات المصرية والنيجيرية بهدف تعزيز التواصل المباشر وتسهيل إقامة شراكات تجارية واستثمارية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين. وأسهمت هذه اللقاءات في استكشاف فرص التعاون العملي وتبادل الخبرات وبحث سبل تنفيذ مشروعات مشتركة. مباحثات عبد العاطي قادته للقاء السيد نوهو ريبادو مستشار الأمن القومي النيجيري بحضور محمد بادارو أبو بكر وزير دفاع نيجيريا وكابودي أيديلو المفتش العام للشرطة النيجيرية. الوزير عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل لجهود نيجيريا في مكافحة الإرهاب بمفهومه الشامل،
مبرزا أهمية توثيق التعاون في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل، وأشار إلى أن منطقة حوض بحيرة شاد تمثل امتدادا جغرافيا طبيعيا لمنطقة الساحل ومنها إلى دول الجوار المصري، الأمر الذي يفرض تعزيز آليات التعاون المشترك لمواجهة مسببات العنف وعدم الاستقرار في غرب إفريقيا والساحل، بالنظر إلى ما يمثله ذلك من أهمية مباشرة لأمن واستقرار البلدين. كما أكد الوزير عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر للمكون الفكري في مواجهة ظاهرة الإرهاب، مستعرضا الجهود المصرية المبذولة في هذا المجال، وعلى رأسها زيادة عدد مبعوثي الأزهر الشريف إلى نيجيريا ليصل إلى 75 مبعوثة بحلول أكتوبر 2025. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب مستشار الأمن القومي النيجيري لتعزيز التعاون الفني والتدريبي والبحثي في مجالي بناء القدرات ونقل الخبرات المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وبمقر وزارة الطيران المدني النيجيرية، وقع الدكتور بدر عبد العاطي مذكرة تفاهم مع السيد فيستوس كيامو وزير الطيران المدني وتنمية الفضاء في نيجيريا للتعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين بهدف تطوير الخدمات الجوية والأرضية ووضع إطار منظم للتعاون بين سلطات الطيران في البلدين. اللقاءات المصرية النيجيرية امتدت للمؤسسات الإقليمية، فالتقى الدكتور عبد العاطي بالسيد عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس. أكد وزير الخارجية على ضرورة العمل على بلورة صيغة عملية وبناءة للتنسيق والتعاون بين إيكواس لمجابهة الإرهاب والتطرف، كما شدد على موقف مصر الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تنتشر في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. وبتكليف من رئيس الجمهورية التقى دكتور بدر عبد العاطي بالرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلم سيادته رسالة خطية من الرئيس السيسي تؤكد عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومؤكدا الحرص على مواصلة الدفع بأطر التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في ظل ما يجمع البلدين من تطلعات مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في القارة. من جانبه طلب الرئيس النيجيري نقل تحياته وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية، مثمنا الدور المحوري والبناء الذي تلعبه مصر لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية. وقبيل مغادرته حرص وزير الخارجية على لقاء أعضاء الجالية المصرية، واستعرض معهم الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في التطوير لمنظومة الخدمات القنصلية بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة. كما استعرض الوزير عددا من المبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم المصريين في الخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن عبر مزايا استثمارية واقتصادية مخصصة لهم. وبقيادة الوزير عبد العاطي شارك الوفد الاقتصادي المصاحب لسيادته في منتدى الأعمال المصري النيجيري للتشبيك بين رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية والنيجيرية وبحث إقامة شراكات استراتيجية ومشروعات مشتركة في مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والصناعات الدوائية والبنية التحتية والتعدين والصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وصف الوزير الجانبين بالعملاقين الاقتصاديين على المستوى الإفريقي. الوزير عبد العاطي خلال زيارته إلى واجادوغو نقل تحيات الرئيس السيسي إلى الرئيس إبراهيم تراوري رئيس بوركينا فاسو، ومشيرا إلى تقدير مصر لتنامي العلاقات الثنائية، وتناول في مباحثاته التحديات الأمنية التي تواجهها بوركينا فاسو نتيجة انتشار الجماعات الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد والساحل، وأكد استعداد مصر لنقل خبراتها في هذا المجال إلى بوركينا فاسو. من جانبه طلب الرئيس تراوري نقل تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا تطلعه لآفاق جديدة للتعاون بين مصر وبوركينا فاسو والاستعداد الكامل لتقديم كافة التسهيلات لتعزيز التواجد الاقتصادي والاستثماري المصري في بلاده.
كما التقى وزير الخارجية والهجرة مع السيد كاراموكو جاماري تراوري وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي، وتناول اللقاء التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات زيارة وزير خارجية بوركينا فاسو إلى القاهرة في نوفمبر 2024. كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لموقف بوركينا فاسو الداعم للترشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو، والذي يعكس الثقة في كفاءة المرشح المصري باعتباره المرشح الإفريقي الذي تتوافق رؤيته الانتخابية مع تطلعات كافة الدول بالقارة الإفريقية. وافتتح دكتور بدر عبد العاطي منتدى الأعمال المصري البوركيني بمقر غرفة التجارة البوركينية في العاصمة واجادوغو بحضور كاراموكو جاماري تراوري وزير الخارجية البوركيني والسيد رولاند سو رئيس غرفة التجارة والصناعة البوركينية، وبمشاركة رفيعة المستوى من مجتمعي الأعمال في البلدين. الوزير عبد العاطي في كلمته أكد أن المنتدى يستهدف فتح قنوات تواصل مباشر بين مجتمعي الأعمال، داعيا رواد القطاع الخاص إلى اغتنام الفرصة الاستثمارية المتاحة في البلدين والعمل على بناء شراكات قائمة على الثقة والاستدامة والربح المتبادل. كما أشار إلى ما يزخر به السوق البوركيني من إمكانيات واعدة في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والبنية التحتية. وقبيل مغادرته حرص الوزير على لقاء عدد من أبناء الجالية المصرية في بوركينا فاسو حول تسيير أمورهم اليومية في الاغتراب، واستمع إلى بعض العقبات التي يواجهونها، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتذليلها. كما ألقى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كلمة أعرب فيها عن دور الجاليات المصرية في الخارج في الدفاع عن قضايا الوطن والتعبير عن روح المصريين المتسامحة والاحتواء المصري للأشقاء وقضاياهم. كما أكد السيد أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن إطلاق بودكاست جديد يحمل اسم ماسبيرو إفريقيا يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى استعادة الدور الثقافي والإعلامي المصري في القارة السمراء. وأوضح أن البودكاست سيتضمن مجموعة من البرامج التي تبث ب6 لغات إفريقية أصلية لتعزيز التفاهم والتواصل المباشر مع الشعوب الإفريقية بلغاتها الأم. ومدفوعا بقوة مصر الناعمة، انتقل الوزير بدر عبد العاطي لمحطته الأخيرة في تلك الجولة المهمة، السنغال، التي تعد واحدة من أكثر دول القارة استقرارا في غرب إفريقيا، والتي تتميز بتنوعها الثقافي والاجتماعي. ومن مطار دكار إلى قصر الرئاسة السنغالية للقاء الرئيس باسيرو ديوماي فاي، في لقاء احتفى ب65 عاما من العلاقات بين البلدين، والتي باتت نموذجا في علاقات الود والتعاون بين الأشقاء عبر مسيرة طويلة من العمل المشترك. وبعدها مزيد من المحادثات مع وزيرة الخارجية ياسين فال، التي أعربت عن التطلع لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة بين البلدين في دكار للخروج بنتائج ملموسة تعزز التعاون الثنائي في كافة المجالات. وفي مقر غرفة التجارة في قلب العاصمة السنغالية، احتفى مجتمع الأعمال هناك بالوفد المصري في افتتاح منتدى الأعمال بين البلدين، فيما وصف الوزير عبد العاطي السنغال ببوابة مصر لغرب إفريقيا، داعيا دكار لإنشاء منطقة لوجستية في مصر، ومؤكدا أن العلاقات الاقتصادية هي القوة الدافعة لعلاقات البلدين. من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة السنغالي أن قدرات بلاده في مجالات معينة كالفوسفات والألومنيوم والزراعة من أكثر الفرص الحقيقية أمام المستثمر المصري الذي سيستفيد من استقرار الدولة وإجراءاتها الجاذبة للاستثمار. كلمة رئيس الوفد الاقتصادي المصري الدكتور شريف الجبلي تناولت كذلك حجم الاستيراد والتصدير بين البلدين، والتي تقل فيها بشكل ملحوظ صادرات السنغال لتصل إلى 2.1 مليون دولار فقط سنويا، وهو رقم يعكس وضعا يمكن مضاعفته إن تم استغلال الفرص بين الطرفين بالشكل الأمثل. وفي مصداق لطاقة العمل والإنتاج المتوافرة بين البلدين، توجه الوزير المصري يرافقه وزير التجارة والصناعة السنغالي لافتتاح أول مصنع للأجهزة المنزلية في غرب إفريقيا بالكامل، وهو مملوك لكيان مصري أدرك أهمية الاستثمار في القارة السمراء، وهو مصنع سيلتال أفريكا الذي سيبدأ الإنتاج خلال شهور وباستثمارات تقدر بأكثر من 200 مليون جنيه مصري،
وسيعمل على تدريب أيدي عاملة سنغالية، وسيوجه إنتاجه مناصفة بين السوق السنغالية والتصدير للخارج خاصة لدول غرب إفريقيا. وفي مشهد يعكس أهمية القوة الناعمة في علاقتي الدولتين، استقبل متحف الحضارة الإفريقية وزير الخارجية في احتفالية بتسليم المتحف مستنسخا من مومياء وتابوت توت عنخ آمون لينضم إلى مجموعة القطع الخاصة بالحضارة المصرية. وفي كلمات الوزيرين تم التأكيد على أهمية القوة الناعمة في تقريب الشعبين، ومدى ما تمثله الفعاليات الثقافية من فرصة للتعرف على الآخر. وفي لقاء ودي مع الجالية المصرية في البلاد، استمع الوزير عبد العاطي لطلبات أبناء الجالية وكذلك مقترحاتهم حول تنشيط العمل الاجتماعي والثقافي المصري في السنغال، وكان في القلب الدور الذي يمكن أن يقوم به أئمة الأزهر لما يتمتعون به من احترام في المجتمع السنغالي، وكذلك لتقدير الشعب السنغالي لدور الأزهر في حياتهم وتاريخهم. وفي جدول أعمال مختلف نسبيا عن باقي دول الجولة الإفريقية لوزير الخارجية، استهل الوزير زيارته إلى باماكو عاصمة مالي بلقاء أبناء الجالية المصرية هناك، حيث حرصوا على قلة عددهم على لقاء الوزير، معتبرينها فرصة مهمة لهم للقاء مسؤول مصري في بلد إقامتهم. الوزير في كلمته حثهم على معرفة حقوقهم بشكل كامل للاستفادة من كل ما تقدمه لهم الدولة من خدمات وتسهيلات. أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر وعميق الامتنان على الاستضافة الكريمة والمشاعر الفياضة الدافئة التي لقيناها منذ وصولنا إلى العاصمة المالية، وهذا أمر ليس بمستغرب عن أشقاء في دولة ذات حضارة تمتد إلى آلاف السنين، دولة مالي وحضارة مالي العظيمة التي نعتز بعلاقة الأخوة معها. كما حرص الوزير على توضيح خطورة الأوضاع في منطقة الساحل وتأثيرها على مصر، مشيدا بروح الثقة التي يوليها المصريون في قيادتهم السياسية في الدفاع عن أمن الوطن. وبعدها مباشرة التقى الوزير عددا من الماليين ممن تعلموا وتخرجوا في الجامعات والمعاهد المصرية، وجاءت كلماتهم مفعمة بالحب والتقدير لما لقوه في مصر من ترحاب وما أفادتهم به المحروسة من علم وثقافة، ليعرب لهم الوزير عن أهميتهم كسفراء لمصر في وطنهم، وحثهم على العودة لمصر من آن لآخر لتوطيد علاقتهم بالبلاد، مقدمين الشكر للأزهر على دوره في نشر تعاليم الدين المستنير. نحن في بلد له حضارة وله تاريخ، وقرأنا جيدا عن منسى موسى في القرن ال14، ونعرف هذه الحضارة العظيمة التي تمتد إلى قرون طويلة لم تبدأ 1960. كما ألقى الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كلمة أمام اللقاء، مثنيا على دور القاهرة في جمع الأشقاء الأفارقة لخلق أجيال أكثر تفاعلا مع مساحات الحوار والنقاش، وأيضا أوسع اطلاعا على ثقافات إفريقيا وتاريخها. وأكد أن الهيئة الوطنية للإعلام تولي اهتماما كبيرا بخدماتها الموجهة بلغات أخرى ومن الفرنسية التي يتحدث بها عدد من الدول الإفريقية، كما تنتوي الهيئة إنتاج محتويات تلائم العرض في الدول الإفريقية كجزء من دورها التنموي في القارة السمراء. وفي المستوى السياسي شملت لقاءات الوزير عبد العاطي عددا من الوزراء الماليين، على رأسهم وزير الخارجية عبد الله ديوب، ووزير الأمن الغذائي رضوان أج محمد، وكذلك وزير الاندماج الإفريقي المالي موسى أج الطاهر. واستنادا لعلاقات القاهرة وباماكو القوية، افتتح الوزير المصري ومعه عدد من المسؤولين الماليين منتدى الأعمال المصري المالي، حيث أكد الوزير حتمية الانفتاح على دول الساحل الثلاث، ومشيرا إلى النية في إنشاء مجلس أعمال بين البلدين لتوطيد الصناعة في مالي. من جانبه قال موسى ديالو وزير التجارة والصناعة المالي إن فرصا كبيرة تحملها مالي لمصر في مجال زراعة القطن التي تجود في أراضيها، وتصل قدرتها الإنتاجية فيه إلى أرقام كبيرة لا يستهلك منها محليا سوى 2% فقط، كما طرح رقما وهو 1,000,000 هكتار كرقم تقديري لحجم الأراضي الممكن البدء في زراعتها فورا.
وإلى مقر الرئاسة انتقل الوزير بدر عبد العاطي ليلتقي رئيس البلاد ويسلمه رسالة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. عقب اللقاء نقل الوزير عبد العاطي دعم القاهرة إلى كل ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وفي المقدمة تدريب الكوادر الأمنية كجزء من دعم مسيرة مالي نحو التنمية المستدامة. عاصم أبو الغار، النيل الأخبار.